في حاجة إحنا بتبقى تحت كده مش بتبقى باينة أوي اللي هي الburn out أكيد، أو اللي هو بنسميه احتراق العمل أو حاجة زي كده، إن أنت وده بيبقى للأسف بيبقى كتير جدًا ما حدش بياخد باله منه. الشخص اللي هو بيشتغل 24 ساعة وروتين كمان، فبيبدأ يحس إن الموضوع ليه علاقة بإن أنا زهقان في الشغل، مع إنه أنت لو بصّيت له أنت بتحب الشغل يقول لك لأ أنا باحبه جدًا، أنا بالعكس أنا باستمتع بكل لحظة في الشغل، بس أنا حاسس إن أنا محتاج أغيّر الشغل. بعدين ييجي يروح في شغل تاني يمكن يعني يحس إن هو شوية مبسوط وبعد كده يرجع الموضوع تاني. من الحاجات اللي بنفتقدها أوي في الشغل حكاية إن إحنا نعمل التوازن ما بين حياتنا وما بين الشغل بتاعنا. حقيقي. آآ ده مهم أوي، ده بالعكس ده بيفيدك كمان في شغلك. يعني في واحد يقول لك لأ أنا بدل الوقت ده اللي أنا أقعد في حاجة ممكن مش مسلية أو حاجة تبسطني، هاقعد أشتغل أحسن. هو الشغل ده هيخلّيني إن أنا يدّي لي الsatisfaction بتاع إن أنا أو الرضا إن أنا عملت حاجات وكسبت حاجة أو حققت نجاح في الشغل بتاعي، أكيد. بس في جزء مهم أوي وخلي بالك كلّنا، يعني أنا و كتير أوي في وسط السرعة بتاعة الحياة الظروف اللي بنمُر بيها كلّنا، بنفقد دايمًا حتّة أنا باعمل إيه لنفسي في اليوم. بالضبط. أنت كل حاجة بتعملها للشغل، اللي هو بيعود بشكل غير مباشر عليك، بس محتاج يمكن لو حطيت chart الروتين بتاع يومك ده ممكن يعني يحل لك النقطة دي. يمكن يساعد ويمكن ما يساعدكش. إحنا عادةً تعالَ نجرّب، ما تعالَ بالضبط. نجرّب ونشوف، ونيجي نحكي تاني لأ الموضوع ده ما نفعش معايا، لأ أنا لسه حاسس نفس الإحساس، طب ما نيجي نجرّب حاجة تانية. أنا عايز أدّيك الحاجات اللي أنت هتعرف تجرّبها علشان ما تبقاش يعني أنت اللي بعد كده تحل مشاكلك بنفسك. يالّا بينا. that's يالّا. يعني ده الهدف